كل الأطفال بتحب حلوى الكوجاك. النهاردة تقدري تعمليها بطريقة مش مكلفة وكمان أطفالك هيحبوها. بس الأول اعملي لايك على الفيديو ده واسمعي الفيديو للآخر. يلا بينا أقول لكم عملته ازاي. معانا 4 معالق من الزبدة، والزبدة أي نوع انت تحبيه، وكمان معانا نص كوب سكر، والسكر هنا مش مطحون، وكمان معانا شعرة ملح علشان معادلة السكر، وكمان معانا يا أمارات كيسين فانيليا وبالمقدار ديت، وهنقلبها مع بعضها كده عشان الخليط يتجانس. وبعد كده هنجيب 3 صفار البيض، وما تستغنيش عن البياض عشان هنعوزه في بقية الوصفة بتاعتنا. ما تخافوش، احنا مفيش حاجة معانا بتتهدر، وصفاتنا كلها اقتصادية وعلى قد ايديكي. وبعد ما الخليط بيتقلب واتأكد انه تمام، هنزل عليه ب2 كوب دقيق، واي دقيق انت تحبيه حتى لو دقيق الغلة، وبعدين معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وابتدي يا اصدقائي اقلب الخليط ده مع بعضه لغاية العجينة ما تبقى زي اللي حضراتكم شايفينها كده. ايوه، متماسكة مش طرية قوي. وبعد كده يا حبايب قلبي هنحطها في كيس ونسيبها ترتاح شوية لمدة ربع ساعة وليكن. وبعد ما اتأكد ان هي ارتاحت وبقت كويسة، انا خلاص كده الوقت بتاعي بقى تمام. هاخدها بقى وكيس من تحت وكيس من فوق واشتغل بالفرادة. طيب كيس من فوق وكيس من تحت لان العجينة بتاعتنا فيها سكر وهتلزق في الفرادة، علشان كده بحط كيس من فوق وكيس من تحت. وبعد كده هجيب القطاعة وزي ما حضراتكم شايفين كده هنقطع البسكوت وحسب التقطيع اللي انت عايزاه. لو عندك قطاعة صغيرة عن كده استخدميها عادي. شايفين سمك العجينة؟ اتمنى يكون واضح لحضراتكم. شايفين الحاجة بتأكد ان لازم السمك يبقى بالدرجة دي. طبعا ست الحبايب مش عايزة اوصيكم تدعوا لها بالله عليكم ربنا يديها الصحة ويخلي لكم امهاتكم كلها جميعا، اللهم امين يا رب. احنا هنا ما كناش بنحط عين جمل، عين الجمل ده اختياري، هي حطاه علشان عايزة تغذينا وتغذي الأطفال. ولو انت عايزة تحطي سوداني حطي عادي، أي مكسرات عندك حطيها. نيجي بقى لخلطة الكوجاك. هنجيب 3 بياض البيض اللي احنا استخدمنا الصفار بتاعهم في الأول، وهننزل بالمضرب عليهم عشان الخليط هيعلى معانا. وكمان معانا كوب سكر بودرة مطحون، كوب بالكامل بس هننزل بيه بالتدريج، والمضرب شغال زي ما حضراتكم شايفين لغاية لما حشوة الكوجاك ترتفع قدام عينينا. وكمان هقول لكم على سر خطير، احنا طبعا هنحط كيسين فانيليا علشان الطعم يبقى مظبوط. السر بقى اللي بيظبط الكوجاك معلقة صغيرة من ملح الليمون. ايوه، ملح الليمون، ما تحطيش ملح طعام. ملح الليمون بيخلي الكوجاك متمسك معاكي لأطول فترة ممكنة.